الكريمات دي كلها بتكون مرطبة للبشرة والجسم عامة هي للوش والجسم والإيد، وكلها بتبقى زيوت طبيعية ومن شمع عسل وزبدة كاكاو، ما بيدخلهاش أي كيميكالز خالص. مفيدة جدا، بتغذي جدا البشرة. كمان عندنا مورنينج كريم ونايت كريم. الصابون عندنا كله بيبقى بزيت الزيتون، وبيتحط في الهواء ينشف على مناشر لمدة 45 يوم. ما بيدخلش اي تصنيعات كيميكالز او اي حاجة، لا بالعكس، هي كله بيبقى زيت زيتون وعليه اضافات طبيعية زي الورد، زي اللافندر، زي الشوفان. وفي عندي قسم اللي هو زيت الصابون اللي هو بيكون فيه essential oils، عشان لو حد عايز صابون بورد او كده. دي كلها زيوت طبيعية، بتتحط للفواحات او بتتخفف بزيت لوز حلو، وتتحط للمساج. ده ملح سفاجة، ده بينقي الجسم من السموم والأتربة والترسبات، بيفتح المسام، بيدخل جوه الجسم معادن نادرة، بتحرك الدورة الدموية بصورة أسرع. كمان ده برضو نفس الملح بس باكج أقل. ودي كورة فوارة من الملح. ده الصابون اللي هو بيكون فيه الاسنشن اويلز، زيت زيتون واسنشن اويلز زي الورد وبتلات ورد بلدي او اللافندر او البرتقان او الليمون. دي الاسبونج البحري، دي بتستعمل للبشرة الحساسة او للاطفال الرضع. دي باكج بتكون عبارة عن صابون وكريم وشمعة من شمع العسل الطبيعي. ده صابون سائل بيستعمل بدل الشاور جل للإيدين وللوش. ده بادي لوشن للجسم بعد الحمام.